السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم جيتكم بوصفة ولا بحلوى جافة اقتصادية بمقادير موجودة بكل بيت. درتها بنوة كوكو. هذه الحلوى توالم بزاف مع قهوة تحشية. للوصفة تاعنا تاع اليوم نستحقوا عندي كاس ماشي معمر تاع سكر عادي مع نص كاس تاع مارغرين تكون طريرية بحرارة المطبخ، وزوج حبات كاملين تاع بيض، زوج حبات بيض نحكم مليان اللي نخدم بيه، وندير ولا نفرغ نص كاس تاع المارغرين. قلت لكم لازم تكون طريريه، وهنا مانيش حنسحق غير المارغرين، راني حنزيد الزيت. صافي حال عندنا كاس مزيج بين المارغرين والزيت. درت معاكم نص كاس تاع مارغرين ودوك ندير نص كاس تاع زيت. نفرغوا مع المارغرين، ونضيف معاه نص ولا سمحولي كاس ماشي معمر تاع سكر عادي. نحكم الخلاط الكهربائي ونضرب به المكونات اللي درتهم اللي هي سكر زيت ومارغرين. هنا تنجموا ديروا بيديكم، بصح راكم رايحين طولوا بزاف مادام فيها سكر عادي، او باش يذوب لنا شويه، على ديك نعاونوا بالباتور. نخلطوا مليح بالباتور. مام هنا الا خلطنا بالباتور ماهوش حيدينا وقت طويل حتى تولي لنا ولا حتى يتجانسوا كامل المكونات مع بعض. من بعد نضيف زوج حبات بيض، نكمل نضرب بالباتور حتى يبيض لي الخليط، حتى تولي كريمه والذوب سمحولي والسكر يكون ذاب شويه. لكم هذه العمليه تاع الباتور راح تسرع لنا العمليه باش السكر بالخف يذوب، ماشي لازم يذوب تماما، مي رانا رايحين نقصوا منه شويه. فوالا هاي بدات تبيض، نخلطوها مليح حتى تولي لنا كريمه. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. دوك نضيف كاس ونص تاع نواه كوكو كما راكم تشاهدوا، نواه كوكو كاس الاول، ونضيف نص كاس الثاني. تحبوا ديروا زوج كيسان ديروا زوج كيسان، انا درت كاس ونص، مي تنجموا ديروا زوج كيسان. نحكم مغرفه ولا فرشيطه كما راكم تشوفوا ما يهمش، وندخلوا نواه كوكو في الخليط تاعنا. قلت لكم تحبوا كاس ونص تحبوا زوج كيسان، نتوما ومحبتكم للنواه كوكو. اخر مكون هو الفارينه. هنا عندي زوج كيسان ونص حتى 3 كيسان تاع فارينه، والكيسان اللي عبرت بهم السكر وعبرت بهم الزيت وعبرت بهم كلش، نكمل نعبر بهم الفارينه. الفارينه تاعي صيرتها ولا غربلتها ودرت لها شويه فاني، صيرتها معاها، ودرت باكي تاع خميره كيميائيه كيما شفتوني ولا خميره الحلوى. هنا ندخل في الاول بالمغرفه ولا بالفرشيطه كيما حبيتو، من بعد نديرو يدينا. درت الكاس الاول كيما شفتوني، درت كاس واحد، دوك نضيف الكاس الثاني، وهنا ندخل يدي. قلنا يدخلوا حوالي زوج كيسان ونص حتى 3 على حسب الفارينه نتاعكم. دخلت الكاس الثاني ونزيد الثالث. نتوما هنا في الثالث ديروا نص كاس، الا شتو خصكم باش تزيدوا نص كاس الاخر. انا الفارينه تاعي سي بون راني نعرفها ومالفا نخدم بها بزاف. نتوما كل واحد والفارينه تاعو، قلت لكم ديروا من زوج كيسان ونص حتى 3. نتوما ديروا زوج كيسان ونص وشوفوا الا خصتكم زيدوا نص كاس الاخر. المهم ما تفوتناش 3 كيسان.
كيما راكم شفتوا ولا كيما راكم تشاهدوا راهي تليمت لي ب3 كيسان انا. الجناب كامل هبطوهم، لاباط تكون طريريه، ريحه نوات كوكو راهي هايله، راهي تشهي. هذه هي لاباط كيما راكم تشاهدوا. فوالا بعد ما لايمت لاباط كيما كان سبق وشفتوني، حكمتها وكورتها على هذه الطريقه. انا وزنتها كامل 30 غرام للكويره الوحده ولا لابول. نتوما تحبوا ديروا عينكم ميزانكم كيما تحبوا تكوروها. سخنت الفوغ، هذه لازم، وندخلوا نطيبوها حتى يولي لنا دوغي. ما نجمش نقول لكم درجه الحراره باسكو كل وحده والفوغ تاعها. نطيبوها ومن بعد نكملوا العمليه تاعنا ولا نكملوا الحلوه تاعنا. كي نشوف الحلوه تاعي ما بقالهاش بزاف وطيب، نحكم كيما راكم تشوفوا. درت هنا في ذاك الكاس عصير تاع التشينا ولا جو تاع التشينا، وهنا عندي المشماش. نبدا ما سمحوا لي معجون تاع المشماش. نبدا نجري في المعجون تاع المشماش بالعصير تاع التشينا اللي راكم تشاهدوا فيه. نجري التشينا مع المشماش بزاف يتوالموا. الكو تاع التشينا مع الكو تاع المشماش يعطينا كو هايل. فوالا نجريوها حتى نتحصلوا على هذه النتيجه. نحطوها ونخرجوا الحلوى تاعنا من الفوغ ديراكتومون. نشربوها بهذاك الخليط تاع عصير تاع التشينا ومعجون تاع المشماش. لازم تكون سخونه باش تشرب لنا شويه. لازم نطيبوها شابه في الدوغي ولا كيما نقولوا حنا خويخي. ونرمدها في نوات كوكو. زيد الحبه الثانيه قلت لكم وهي سخونه شربوها في المزيج تاع معجون المشماش وعصير عصير تشينا. سمحوا لي نرمدها في نوات كوكو نكمل كامل الكميه ونشوفوها ان شاء الله في تبسي التقديم. هذه هي القهوة سمحوا لي هذه هي الحلوى الاقتصادية اللي درتها تلبية لطلبات بزاف تاع الأخوات. حبوا حلوى تكون جافة ما فيها والو، خفيفة بمكونات بزاف اقتصادية وموجودة في كل بيت. الحلوى تاعنا بعد ما كملتها ودرمتها في نوات كوكو درت لها ديكور كيما راكم تشاهدوا بسيط اللي هو زيكزاك تاع الشوكولا. تنجموا ما ديروهش عادي. اليوم ولا هذا خطره بالذات راني حليتها لكم وسمحوا لي بزاف. كنت بزاف ننسى نصور ندير لي فوتو نحبس. كنت دائما ننسى. صافي اليوم ما نسيتش راني حليتها لكم كيما راكم تشاهدوا تجي هايله. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو وحد اخر.